يا جماعة ثقوا بالله، ثقوا بالله العظيم، الله قادر. يقول أحد السلف من شدة يقينه بالله: والله لو أقسمت على الله أن يحرك هذا الجبل لتحرك. من يقينك بالله. اللي ما جاها عيال عقيم، اللي تأخر عليها الزواج وتظن مصيبتها أكبر مصيبة، الإنسان المسجون المريض، يا أخي ادعو الله وأنت صادق موقن بالإجابة. أقول لكم شيء، يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة ادعى الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير، إذا كنت صايم بين الأذان والإقامة في حال الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إذ تستغيثون ربكم. الله يقول للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليلتها جالس يدعو، العدد 314 والمشركين 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن العدد ما يتكافأ في الحسبة البشرية، وجالس يدعو: يا رب إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا يا رب، حتى طاح رداءه. يقول أبو بكر ضرب على كتف النبي قال: هون عليك يا رسول الله، والله إن الله منجز ما وعدك. الله منجز ما وعدك. الله يقول عن هذا المشهد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إيش ممدكم. جت ملائكة تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم: ممدكم ب1000 من الملائكة منزلين. الملائكة نزلت حتى الله قادر، الله قادر يسخر معك ملائكة، وقادر يسخر لك خلقه، وقادر يفتح لك الأبواب المغلقة. فيه دعاء تدعو وحدة من العجز دائم تقوله: اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر. فأقول هذا الدعاء رغم أنه يقال بالعامية لكنه دعاء جميل. إذا أنت دعوت الله وأنت موقن يسر الله لك كل ما تعسر، وفتح الله لك كل ما تسكر، قرب الله لك البعيد، وبارك لك فيما في أيديك وأعطاك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. إذا أجاب الله دعواتك فتحت لك أبواب الخير كلها. ترى محاربة الله عظيمة. المسكين اللي مثلي ومثلك بشر إذا حارب الله مهزوم. من فقد الله فماذا وجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ من أنت؟ من أنت في هذا الخلق العظيم عند قدرة الواحد الأحد؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الله أهلك ثمود وأهلك عاد وأهلك قوم صالح، ليهلكهم بالصيحة وليهلكهم بالغرق، وقوم نوح لأنهم عصوا الله، حاربوا الله. محاربة الله ليست سهلة. قد تقول كلمة أنت لا تلقي لها بالا، لكن فيها محاربة لله ولرسوله سينتهي حياة هذا الإنسان إلى خسار وإلى دمار. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد: إذا أصبح ابن آدم في الصباح فإن الأعضاء، كل أعضاء جسمك، تكفر اللسان يعني تذل وتخضع له، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.